قبل ما نبتدي كده يا صديقي، حابب أعرفك إن ده الملخص التاني من رجنة، فما تنساش تشوف الملخص الأول علشان تستمتع بالملخص التاني. بنشوفهم بعد كده وصلوا القرية اللي دمرتها التنانين، فبتطلع وبتقول لهم إن هي ساحرة وإن رجنة صياد تنانين ملقب بحاصد التنانين بسبب إنه قتل عدد كبير منهم. وبيظهر السلايم ليه وبيقول له إن هو الحيوان الأليف بتاعها اللي صنعته من السحر، وبتطلب منهم ما يخافوش طول ما هي ورجنا موجودين معاهم. فبيجي شخص اسمه مايكل وبيكون خايف جدا وبيبدأ يحكي لهم عن التنانين اللي هجمت عليهم وقضى على معظم الصيادين واهل القرية، وان المجموعة دي هي اللي قدرت تهرب. فبتفتكر ان التنين اللي هو يقصده اسمه دساس، تنين الرياح، وبيكون من العشيرة الثالثة في سلسلة الجناح. وبيكون رجنا على وشك انه يتحرك علشان يروح يواجههم، بس بتوقفه كرمزون وبتشل حركته تماما وبتخليه يقع على الارض، وبتفهمه انه هيفضل كده لمدة 3 ايام، وبتقوله انها هتستخدم سكان القرية في حرب ضد التنانين. ورجنا ما بيكونش عاجبه الموضوع ده، وبتروح كروموزون لمايكل والصيادين اللي معاه وبتبدأ تحسسهم بالذنب لانهم سابوا اهل القرية بالرغم من انهم مهمتهم هي قتل التنانين. وفعلا بيحس الصيادين بالذنب وبيكونوا مستعدين يعملوا اي حاجة علشان يقضوا عليهم. فبتقول لهم كروموزون انها هتديلهم القوة اللي محتاجينها علشان يقدروا يتحدوا اي تنين، وبتديلهم سيف من السيوف اللي بتخرجها من جسم رجنة. بعدها بتستخدم عليه مفتاح سحري فبتفتح مخزن خاص بيها وبيكون فيه جميع انواع الاسلحة، وبنكتشف انها كانت بتصنعها من المادة اللي بتخرج من جسم رجنة. وبتبدأ كروموزون تدريب الصيادين على الاسلحة الجديدة، وبتروح تتكلم مع رجنة انه علشان يقضي على دساس. فبيتعصب رجنة جامد بس ما بيقدرش يتحرك من مكانه. وبعد 3 ايام بيكون الصيادين خلاص قدروا يستخدموا الاسلحة، فبتبدأ تاخدهم كروموزون وبيروحوا لمكان دساس. وبتستخدم كروموزون مكبر صوت وبتبدأ تستفز في دساس وبتقول له انه ضعيف وما يستحقش يكون من العشيرة الثالثة في سلسلة الجناح. فبيتعصب دساس جدا وبيبدأ يطاردهم. وقتها بتطلب كروموزون من الصيادين يوجهوا الرصاص على الدوامة اللي جواها دساس، فبتبدأ الرياح تتجمد بسبب الرصاص الفضي. وبيحس دساس انه بدأ يفقد سيطرته على الرياح فبيتعصب اكتر، وبالفعل بتقدر كروموزون تستدركه للمكان اللي رجنة مستني فيه. وبنعرف انها شحنت الجدار اللي في المكان بقوتها، واول لما بيوصل دساس للجدار بتختفي الرياح تماما. وقتها بيخرج السلايم وبيمسكه وبيرميه على رمح مصنوع من جسم رجنة. فبيحس دساس بالاهانة لانه على وشك الموت على ايد بشر، وبيكون عاوز يتحول لهيئة التنين بتاعته، لكن بتوصل كروموزوم بالعربية وبتخبطه. بيروح بقية الصيادين وبيفضلوا نازلين هجمات عليه لحد ما الشمس بتطلع وبتقضي عليه تماما. والصيادين واهل القرية بيشكروا كروموزون على انقاذها ليهم، لكن كروموزون بتسقف بايديها كده وبتستخدم سحرها علشان تخليهم ينسوها. وبيفضل رجنة بس اللي فاكر، وبيروحوا يشكروه انه انقذهم وبينادوه بالحاصد. وبنعرف ان كروموزون عامله كده علشان تصنع اسطوره من رجنة. وبعدها لما تمشي اهل القريه والصيادين بيسمعوا اخبار في الراديو وان جيش العاصمه بيطلب من كل السكان يتوجهوا للعاصمه لان التنانين بتهاجم كل المدن اللي على الحدود. وقتها كروموزون بتعرف ان العاصمه وقعت في ايدين التنانين، وان ده فخ علشان يجمعوا الناس فيه ويقضوا عليهم مرة واحدة. بنرجع بالزمن 5 ايام في العاصمة، وبخصوص القصر الملكي بنشوف الملك في مود اللي بيتكلم مع مساعديه عن الهجوم اللي حصل على دونامبيك، وبيكون متوتر جدا وبيطلب منهم يجهزوا نفسهم وكل المدن اللي حواليهم والعاصمة علشان يتصدوا لأي هجوم ممكن يحصل. وبيطلب تجنيد أكبر عدد ممكن من الصيادين. بس فجأة كل حاجة حوالين الملك بتثبت في مكانها، وبتنزل قدامه من السماء تنينة اسمها التمتع، وبتعرفوا انها صاحبة المقعد الاول في سلسلة الجناح، واللي بتكون اقوى سلسلة على وجه الارض. وكمان بتكون قدرت تخترق حاجز الحماية الشمسي اللي حوالين العاصمة. فبيتوتر الملك كده لما بيشوف جنوده متجمدين، بس بتطمنوا انها وقفت الزمن. فبيسألها الملك عن السبب اللي خلاها تروح لعنده، لكنها بترد عليه رد
غريب وبتقوله انها جاية تعتذر عن اللي حصل لدونامبير وعن اللي هيحصل في كل البشر خلال ايام. ساعتها بيتأكد الملك ان مفيش مفر من اللي هيحصل، فبيجمع كل الطاقة الشمسية اللي بتحمي العاصمة وبيستخدموا كسلاح علشان يقضي على التمتع. بس ساعتها بيتحرك واحد من مساعدي الملك وبيتحول لتنين اسمه بورجوس وبيقضي عليه تماما. وفي نفس الوقت ده بيظهر التنين نوبليم صاحب الرتبة الرابعة من سلسلة الجناح وبيقف قدام التمتع علشان يحميها، بس بتتضايق ان بورجوس قتل الملك وبترجع الزمن دقيقة للماضي. وقتها بيكون الملك حي وبتطلب منه يتعاون معاهم ويسلمهم شعبه علشان يموتوهم مرة واحدة في سلام وهدوء من غير ما حد يحس بأي معاناة. بنشوف بعدها واحد من المستشارين وبيقول للملك ان عدد اللاجئين اللي بيوصلوا للعاصمة في تزايد، وبنعرف ان التمتع امرت الملك يجمع كل الناس حتى اللي في المدن اللي على الحدود. وعلشان كده الراديو بدأ يحذر الناس وبيطلب منهم يروحوا للعاصمة الملكية، لكن في الحقيقة يا صديقي ده بيكون مجرد فخ علشان تقدر التنانين تتغذى عليهم بكل سهولة. بنروح لراجنا ونشوفه لا حول ليه ولا قوة وسط عدد من تنانين الجناح وقدامه التمتع، وكل واحد بيقول رأيه على راجنا. وفي الآخر التمتع بتكون مقررة إنها تضم ليهم لأنها معجبة بقوته اللي بتخليه يتصدى ليهم بكل سهولة، وبتطلع نسل بيكون من عشيرة التنانين وبتخترق بيه جسمه وبتخلي دم التنانين يجري في عروقه، وساعتها بيتحول راجنا لتنين زيه. بنشوف بعدها واحد من المستشارين وبيقول للملك إن عدد اللاجئين اللي بيوصلوا للعاصمة في تزايد. وفي الأثناء دي بنشوف كرمزون وهي وراجنا وهم في طريقهم للعاصمة الملكية، وراجنا بيكون سارح في حاجة واحدة وهو إنه يقضي على التمتع بأي طريقة ومهما كلف الأمر. ولما بيوصلوا وقتها كرمزون بتقول لراجنا أنا هغيب عليك شوية، وبتطلب منه إن مهما حصل لو قابل التمتع بالصدفة ما يعملش أي رد فعل، وبعدها بتسيبه وبتمشي وبتقابل أعوانها وبتقول لهم إنهم يجهزوا لأنها هتخلي راجنا يقاتل التمتع، بس بيكونوا خايفين بسبب قوتها الكبيرة، لكنها بتقول لهم إنه بتواجد راجنا معاهم ففرصتهم في الفوز بقت أكبر. طبعا الواد مش هيثبت في مكانه فبيمشي هو والسلام بتاع كرمزون وبيقابلوا التمتع بالصدفة وبيلاقوا طفل معاها، لكن راجنا بيكون محتار هو هيواجهها ولا هيسيبها، بس بيفتكر راجنا تحذير كرمزون من انه يتدخل في اي قتال فرد معاها، بس بتروح تتكلم معاه بلطف وبتقول له انه شكله تعبان جدا وبتسأله لو انه محتاج اي مساعدة، فبيحس راجنا بالتوتر وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. وقتها بيقول لها سلايم انها تبعد عنهم لان راجنا بيتعب لما بيحس ان في ناس حواليه. وبره المدينة بنشوف الصيادين اللي ساعدتهم كرمزون في القضاء على دساس، وفجأة بيوصل عندهم تنين قوي جدا وبيسألهم عن اللي ساعدهم انهم يقتلوا دساس لانهم اضعف بكتير من انهم حتى يقربوا ليه. وبنرجع تاني لراجنا اللي بيكون على وشك انه يهاجم التمتع لكنه بيقرر يسمع كلام كرمزون. ساعتها بيوصل واحد من أتباعها وبيشك في راجنا لكنها بتوقفه وبتطلب منه يسيب راجنا، وبالفعل بيسيب راجنا المكان. في نفس الوقت بتكون كرمزون لسه قاعدة مع أتباعها وبتخطط معاهم في خطة علشان يقدروا يفصلوا ألتماتيا عن أتباعها. بنرجع لألتماتيا تاني واللي بيقول لها إنه صنع حاجز وهمي بيقدر يحسب كل يوم عدد السكان واللي كانوا بيخوفوهم، لكن ألتماتيا ما بتحبش حد يتعذب، وبيكون راجنا سامع كلامهم فبيتعصب جدا وبيفقد راجنا أعصابه وبيروح لهم وبتكلمهم ألتماتيا إنها كانت بتوهمهم بخطة لمواجهتها، بس دلوقتي مش هيسمح لنفسه إنه يسيب أي تنين على وجه الأرض. بس فجأة جسمه بليم بيتفتح وبيتحارب بطعنة من سيفه، وفورا ألتماتيا بتتحول لهيئتها الطبيعية في لحظة واحدة بس قبل ما تستخدم سحرها علشان
علشان ترجع بالزمن بيقطعها راجنة لأشلاء باستخدام سحره الفضي، لكنها بترجع بالوقت. فكرك راجنة هيسيبها يا صديقي؟ لا والله، بيقدر راجنة يقضي عليها وبيفضل يتكرر الموضوع ده أكتر من مرة، والسيف الفضي بيخترق جسمه قدام كل أهالي المدينة. في نفس الوقت بيرجع راجنة لذكريات شخصيته المستقبلية، وشاف التماتيا وهي بتطعنه بنصل دم التنانين علشان لقت نفس سمات ملكهم اللي بيتميزوا بالقوة، وقررت تضمه ليهم وتستفاد من قوته. وقتها راجنة لما بيلاقي نفسه خلاص هيتحول لتنين زيهم بيقرر ينهي على حياته علشان ما يدهمش اي فرصة يحولوه لوحش. فبتسمع يعقوق التنين وبيمشوا، واول لما بيمشوا من المكان بتوصل كرمزون واتباعها وبياخدوه. بنرجع للعاصمة الملكية وبنشوف كرمزون وهي بتكلم واحد من اتباعها واللي بيكون اسمه غلام، وبيكون متعصب جدا ان راجنة ملتزمش بالخطة، بس في نفس الوقت بيكون شايف ان راجنة عنده فرصة للفوز. وقتها بيوصل اتصال من مساعدتها التانية اللي بيكون اسمها كيميرا، اللي بتبلغهم ان راجنة متفوق في القتال جدا وقدر يدمر جسم التماتيا اكتر من مرة. وبالرغم من كده مفيش اي تنين من التنانين العليا ظهروا علشان ينقذوا التماتيا، فبتستنتج ان الحاجز اللي حوالين العاصمة اختفى اول ما بدأ القتال، وده معناه انه نابليون حصل له حاجة، فبيطلع يدور على جسمه في اي مكان قريب. وقتها بيقول له غلام انه جورجوس خرج من القصر وفي طريقه لراجنة، وبتطلع كرمزون توقفه باي طريقة. بنروح لراجنة اللي كان مستمر في الهجوم على التماتيا، اللي بترجع نفسها تاني في كل مرة بيقتلها، بس في كل مرة بيهاجمها راجنة بهجوم اقوى وبيقضي عليها لحد ما بيوصلوا لجدار العاصمة الملكية، وبيدمر الجدار وبيطيرها في السماء بكل قوته. وقتها بتوصل لها رسالة من بورجوس انه في طريقه ليها، وبيجمع بورجوس دم كل الاشخاص اللي في القلعة، وبيجهز هجوم قوي جدا وبيكون على وشك انه يقضي على راجنة، بس وقتها بيهجم غلام من بعيد وبيقطع راسه. ولما بيشوف راجنة بيحس انه عنده فرصة للفوز، بس وقتها بتظهر حاجة غريبة حوالين راجنة وبيثبتوا في مكانه، والسبب في ده هو ان نابليون فاق تاني، وهو اللي بيكون عامل الحاجز حوالين راجنة علشان يدي التماتيا فرصة تستخدم سحرها. وبالفعل بتسترجع جزء كبير من جسمها، وبتخرج تنين كبير بيحاوط راجنة، فبيحاول يسترجع قوته علشان يكسر الحاجز ويوصل لها، بس بيزيد نابليون من قوة الحاجز. في نفس الوقت بيوصل سلايم عند نابليون وبياكله، لكن بتكون التماتيا قدرت تستعيد جسمها بالكامل، وبتكون خلاص هتطلق تقنية الرجوع بالزمن، بس بتتفاجئ ان راجنة بيخلص على جميع التنانين وبيوصل لعندها وبيدمرها من تاني وبيبعدها بره العاصمة الملكية تماما. فبتكون مصدومة من اللي بيحصل ومش مستوعبة ايه سر قوة راجنة، اللي بيفضل يوجع لها هجمات قوية وبيدفنها في الارض تماما. وبتكون اخر محاولة للرجوع بالزمن ليها، وفعلا بتنجح فيها يا صديقي. ومرة واحدة راجنة بيلاقي نفسه في العاصمة الملكية لحظة وصوله أول مرة، ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل. وقتها بتظهر التماتيا من وراه وبتستخدم سحر توقيف الزمن، وبتقرب التماتيا منه وبتقوله انها استخدمت سحر قوي جدا ورجعت بالزمن، بالرغم من ان التقنية خطيرة وبتأثر على العالم كله، بس بتقوله انها شافت خصم قوي جدا وكانت مستعدة تعمل اي حاجة علشان تقضي عليه، لانه بالتأكيد هيكون تهديد على ملك التنانين. وبيكون عندها فضول كبير تعرف هو مين بالظبط وليه شايل في قلبه كل الكراهية دي من غير ما يكونوا عارفين بعض او اتقابلوا قبل كده. بس مرة واحدة بتحس ان راجنة حرك ايده، فبتترعب جدا وبتكون مش مستوعبة اي حاجة من اللي بتحصل. بس وقتها بيوصل نابليون وبيهاجم راجنة بكل قوته، وما بيقدرش راجنة يتحرك، بس بالرغم من كده ما بيقدرش نابليون يقضي عليه، بالعكس بيتصاب هو بشدة. فبتقول له التماتيا ان جسم راجنة عبارة عن سيف فضي. فهل فكرك القصة انتهت لحد كده يا صديقي؟ لا والله، ان شاء الله هنكون بنجهز في الجزء الثاني. فعايزك كده يا صديقي ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات عن الحلقة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك علشان تساعدنا نكمل ملخصات زي دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.